أنها ليست فقط تصريح وإنما تفكير، وتفكير معمق، وقد يكون إعداد مسبق. لا قدر الله، لا قدر الله، نحن أشقاء وإخوة، ليس خوفا أو وجل، بالعكس. نحن قلنا لكم المغاربة يفدون ذرة من ترابهم الطاهر بأرواحهم، نساء ورجال أطفال شيوخ، لا يهم نكون أولهم. أنا ما لا مايك لا صحافة لا إعلام، ولكن لا نقول ذلك. لا نريد أن تصل الأمور بمجموعة من الحمقى بعصابة كما أسماهم الحراك الجزائري أن يسيروا بنا إلى ما لا يحمد عقباه. وأنتم تشاهدون يعني اليوم الحرب الروسية الأوكرانية لم تبقي ولم تذر، فلا منتصر في الحرب. ولكن نريد أن نوضح لهم بأن كل ما تقومون به من كولسة ومن لعب على بعض الأمور هي مكشوفة. أحد المنابر الإعلامية الناطقة بالفرنسية قالت بأن هذا الاجتماع شهد تقديم ملف إلى عبد المجيد تبون وشنقريحة وآخرون، يعني كتبوه بيناتهم وقدموه للراسهم، يتضمن أن هناك طائرات درون مغربية قد قامت بالتجسس على الحدود الجزائرية إلى غير ذلك، ونسبوها إلى أنها درون إسرائيلية. أيها الغبي، أيها الأحمق، يا من أحضرت إيران إلى المنطقة بفيلق القدس وحرسها الثوري، يا من أحضرت الميليشيات والمرتزقة من فلول القاعدة وداعش إلى المنطقة، يا من خربت جزءا من مالي وتريد أن تسير إلى ما تبقى من دول أخرى في دول الساحل والصحراء. أيها الأحمق، المغرب يملك الدرون الصينية ويملك الدرون الفرنسية منذ زمن، ولا يحتاج اليوم لكي يستقوي بأحد على شقيق وجار قال بأنه لن يأتيه الشر منه يوما. قالها الملك محمد السادس في خطابه، وقال بأن المغرب والجزائر توأمان، وتمنى الازدهار لشعوب المنطقة المغاربية في إطار الوحدة والازدهار. هذا ما نريده، هذه ليست خطابات، هذه أفعال وليست أقوال، ولكنكم أنتم اليوم تبحثون عن حجة، عن دليل.